الله الرحمن الرحيم. ما تيجي نشوف. تعالى تعال يا مرتضى، يا مرتضى، يا ابو الوطنيه، يا ابو المفهوميه. انا فاهم الاولانيه لما هتقول لي الثانيه. منك لله يا اخي، اشوف فيك يوم كرهتنا في النادي وشيرة النادي وجمهور النادي وقناه النادي واتوبيس النادي وجمهور. انا كرهت نفسي اصلا. انت عملت ايه يا كابتن محمود يا خطيب؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف عملت ايه؟ اوعى تكون دوست على الاكسلاتير لاخره. المكنه شغاله عند الراجل ده قبلتين وكوندنسر وديسك واسطوانه واربع. ده احنا هنعمل له عمره كامله. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. وهو هيفوت اصلا. هي طالما المكنه فوتت خلاص خد منه كتير. مش احنا كنا بنزعل لما تقول الناس زريبه؟ هي بقى بقت زريبه. ليه بس كده بس كده بس؟ ليه بس كده بس كده بس؟ انا بقولها لكم ايه، هي بقت زريبه لان اصلا الكلام اللي بيتقال ده ما يتقالش في زريبه. والله ما يتقال في زريبه. ده لو بيقول في زريبه كان بيهم البهائم اللي حوالين مرضى رفضوه. الراجل قاعد ولا كانه قاعد في غرزه. ده لو قاعد في غرزه هيحترم ده انت لو قاعد في شقه لا مؤاخذه هتحترم اللا مؤاخذه عشان لا مؤاخذه. انما انت راجل لا مؤاخذه خالص. فضحتني يخرب بيت ابوك. ايه اللي بتقوله ده؟ انا مش مصدق اقسم بالله يا جماعه. انا ما مصدق. في راجل مسؤول رئيس ايه يا كابتن محمود يا خطيب؟ عملت ايه؟ قول لي ايه اللي حصل تاني؟ وانا نايم على وداني ولا ايه؟ انت نمت يا ابني؟ يا بابا كنت عاوز اقول لك انا مش حاسس يا بابا. انت عملت ايه؟ عملت ايه انت يا كابتن؟ عمل ايه محمود الخطيب؟ انا نفسي حد يقول لي. الراجل ساكت ما بيتكلمش. انت بتعمل ايه؟ هو الراجل هيلاقيها منك ولا من صوت زكريا ولا من الشقه اللي في الامارات؟ انتوا في ايه بالظبط؟ عايزين من الراجل ايه بالظبط؟ فهموني الراجل. ما هو ما يعملش كده الا لما الابلاتين يلدع. بيس يا مان بيس. وهي طالما فوتت مره خلاص. مين بقى اللي داس على البنزين لاخره فوت المكنه؟ ده اللي انا عايز اعرفه. قولوا لي مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده؟ ده انتوا ضيعتونا. ده القناه بقت قناه بورنو. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. ده بيقول كلام ما يتقالش في اي حته. اوعى حد يتفرج على القناه. اوعى عزيزي المشاهد، اوعى بالله عليك يا اخي. اوعى تسمع واوعى تتفرج. اوعى تقعد اطفالك. ده مثال سيء. ده مش مثال. ده هو سيء. يا هو ده سيء يا سيء ده. ده يا نهار ابيض. يعني انا مش مصدق. انا ده بيقول لها من ورا ومن قدام. يعني الراجل استباح كل حاجه. يعني هو امهاتنا وشتم، احنا وشتم يعني وكلام على الفضايح وعلى الكلام ده. يعني لسات الرابع ما بيفتحوش عبد. هو لا عمال يفضح في العباد حتى لو الكلام ده ما حصلش. ما الفضيحه كلام انتوا عارفين وانا قلت لكم قبل كده. لا هو بيفضح اي حد، يطلع حوار على اي حد ويفضحه. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. عادي جدا ولا في اي حاجه. وصلت بالامور انه بيتكلم في السرير واللي بيحصل في يا نهار اسود يا لهوي. بتعمل ايه؟ عملوا فيك ايه؟ انتوا عملتوا في الراجل ايه؟ شفت الشقاوة روح امك. شفت يا بابا. عملتوا في الراجل ايه؟ بتضيعوا مستقبلنا. السادسه يا جدعان. بقالنا 20 سنه. ده الراجل خلاص. ده احنا عبال ما ناخدها هيكون الاربع فرد بقى على الارض. خلاص شكرا سبحان الله. مش هيبقى الاتوبيس عتل، ده هيبقى النادي كله عتل. خلاص يا الموضوع انتهى معانا. هي كده شكرا سبحان الله. انا مش فاهم. انت عملت ايه يا كابتن محمود؟ عملت ايه يا كابتن؟ قول لي بيني وبينك يا كابتن محمود. النبي قول لي. والنبي قول. انا طول عمري اعرف ان التجاهل بيجنن. ما اعرفش ان التجاهل بيوصل البني ادم من انه يجيب ديسك واسطوانه. ده بقول لك الفتيس اتخلق من مكانه. احنا هنضحك ضحك مش ضحك. والله الفتيس راح. بقول لك لا في بقى ده ايه يا اخي؟ ده ايه ده يا نهار اسود؟ ايه اللي ده اقولها لكم ازاي؟ يعني انا اقول الكلام اللي اساسا مش عارفين يبقى منك لله يا اخي. روح منك لله انت واي حد بيدعمك واي حد بيحبك عشان انتوا علم واطيه. علي النعمه انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. انا راجل وعد الله هباب الجزمه. هبابي انا لابس شبشب عشان انا قاعد في البيت. بس هباب الشبشب الجزمه. بص
بص يا اخواتي بيطمنوا عليا ابقى اطمنوا، ما لقيتونيش في الاسم هتلاقوني في مستشفى المأمونة عندنا قسم النفسيه والعصبيه بسببه. عنبر المرتضوي هتلاقينا كلنا جوه، عنبر مشجعي نادي الزمالك كلنا هتلاقينا قاعدين جوه ولابسين تيشيرت السادسه وقاعدين نلطموا على وشنا بسببه. انك متبقاش قادر تمسك نفسك من الضحك. والله العظيم فعلا. هو خلاص اقول لكم ايه، اقسم بالله انا زمان كنت اتريق على جمهور النادي الاهلي، يا بختكوا يا بختكوا يا بختكوا يا عالم يا محترم، يا بختكوا اقسم بالله والله العظيم يا بختكوا. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. الراجل ما نطقش، ما فتحش دي يعني ما قالش اي حاجه، فوت له المكن، خلى الفتيس طلع، الاربع فرد جايين على الارض. بص لا في الفرامل ولا في ابلاتين ولا كوندنسر ولا في ديسك واسطوانه ولا في كارتير ولا حد، ده بقول لك البساتم ضربت يعني. المكنه فوتت مش نافعه، عايز يغير مكنه، وده يغير مكنه في السن ده ازاي؟ قول انت بقى. انا لو قعدت اتكلم 40 سنه كده مش هقول لكم الاحساس اللي حصل، عايز اقول لكم الالفاظ اللي قالها بس عيب عليا ذنب ناس محترمه بتتابعني، عيب والله العظيم، وانا اسف لاخواتنا المتابعين على اللي انا قلته، بس انا هعمل ايه؟ لا يكلف النفس الا وسعها، ده بني ادم ده بني ادم امال انا ابقى ايه؟ السلام عليكم.